تخيلوا معي هذا المشهد: جوزيه مورينيو الرجل الذي اشتهر بالتكتيك وصرامته في مقعد التدريب يوجه أنظاره هذه المرة نحو اسم غير متوقع تماما في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة: الجناح المغربي إبراهيم دياز نجم ريال مدريد. فحسب ما كشفته شبكة سي ان ان البرتغالية، فقد طلب مورينيو شخصيا من إدارة بنفيكا التحرك من جديد من أجل التعاقد مع إبراهيم دياز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. الخطوة تعكس إيمان المدرب البرتغالي بقدرات اللاعب المغربي ورؤيته له كورقة هجومية قادرة على صناعة الفارق داخل بنفيكا. دياز الذي أبدع مع ريال مدريد رغم المنافسة القوية على المركز قد يجد في بنفيكا فرصة أكبر للظهور بشكل أساسي وإبراز موهبته للجماهير الأوروبية. لكن السؤال يبقى مطروحا: هل إدارة ريال مدريد مستعدة للتخلي عن واحد من أبرز بدائلها في منتصف الموسم، أم أن إصرار مورينيو ورغبة بنفيكا قد تقلب الطاولة على الجميع؟ على الأنظار أن تتجه إلى ريال مدريد، فنشاهد إبراهيم دياز بقميص الأحمر في يناير المقبل. خلوا لي رأيكم، أراكم في التعاليق.